اداره الاهلي الحل في ايد الكل بيهاجم اللعيبه، بس الحقيقه الحل في ايد الاداره، وايضا في بعض الاخطاء الفنيه زي مثلا اخطاء الدفاع، غير ان عندك مدرب متوتر. الاهلي بيعاني ليه؟ بسبب قرارات غلط جايه من فوق. اول قرار لازم تعمله مدرب قوي جدا، مش كل شويه تغيير. لازم يكون في ثقه واستقرار. الاداره لازم تبطل عشوائيه، ولازم تجيب لعيبه في المراكز اللي محتاجاها فقط، ولعيبه على اعلى طراز. ولازم يكون دعم للمدير الفني في تثبيت التشكيل، مش ضغط عليه كل ماتش يلاعب ده ويلاعب ده ويلاعب ده. لا، ما ينفعش. الاخطاء الدفاعيه بقت اكبر نقطه سلبيه في فريق الاهلي. لازم الاهلي يجيب مدافع على قدر الامكان، مش اي مدافع يعجبنا في فريق متوسط الجدول نقول لا المدافع ده كويس يجي. مش ينفع الاهلي، لازم الاهلي يتحرك يجيب مدافع على اعلى مستوى بمعنى الكلمه، زي محمد عبد المنعم مثلا. غير ان الاداره لازم تهدي الجماهير وتخلي الجماهير جزء من الحل مش المشكله. القرار في ايد الاداره، لو الاداره اخذت القرار الصح الاهلي هيرجع يسيطر تاني. الاهلي عمره ما بيقع، بس محتاج اداره الاهلي تفوق شويه. وانا واثق ان اداره الاهلي دي اداره ناجحه جدا، وكلنا شفنا على مدار الثمان سنين اللي فاتوا اداره الاهلي قد ايه نجحت في البطولات، ونجحت ونجحت ونجحت. ولكن في شويه تخبط اليومين دول.